السلام عليكم. بهذا الفيديو راح اشرح لكم طريقة تشغيل قنوات النايل سات مع مجموعة قنوات الرابعة اللي تشمل القنوات الرياضية وقنوات الافلام. الكثير يمكن يعانون من هاي الحالة، اذا شغل القنوات الرياضية ما راح يقدر يشغل قنوات النايل سات، او يشغل قنوات النايل سات لكن بهاي الحالة ما راح يقدر يشاهد القنوات الرياضية. فبهذا الفيديو ان شاء الله راح تستطيعون تشغيل جميع القنوات وبنفس الوقت بشكل رائع جدا. فإذا تحب تشاهد كرة القدم مباشرة توصل للقنوات الرياضية، وإذا تحب ترجع لقنوات النايل سات مباشرة راح تقدر ترجع لها. طبعا أنا ما راح أشغل القنوات هنا لأنه تعرفون الحقوق اليوتيوب يحاسب عليها. إن شاء الله الآن راح أشرح لكم الطريقة. طبعا الموضوع بسيط جدا. إذا تشاهدون هاي القطعة اللي اسمها الدايزك، فن الستلايت راح ينطيكم قطعتين منها في حال انتم تشغلون قنوات النايل سات مع القنوات الرياضية. تمام؟ القطعة الأولى تخلوها فوق بالأعلى يم الصحن، والقطعة الثانية تكون بالأسفل يم الستلايت. بسيطة إن شاء الله راح أشرح لكم عنهن. الآن أنا حاليا بالأعلى، فمثل ما تشاهدون يم الصحن هذا الواير اللي هو باللون الأسود، هذا اللي هو نازل للأسفل، نازل للستلايت. هذا بسيط جدا، بمجرد تخلوه في هذا المنفذ وها هي. تمام؟ أما بالنسبة إلى هاي المنفذين مثل ما تشاهدون، المنفذ الأول اللي هو اسمه أنتنا، هذا اللي هو تخلي بيه الواير اللي نازل من الأريل. أنا طبعا الأريل شرحته في فيديو سابق، طريقة ربطه وطريقة توجيهها إن شاء الله راح يكون الفيديو في الوصف. سهلة جدا. أما بالنسبة إلى هذا المنفذ اللي مكتوب عليه سات، فهنا تخلي الواير اللي جاي من الصحن اللي راح يشغل قنوات الستلايت. فبسيطة جدا هاي طريقة الربط. الأنتنة مثل ما ذكرت تربط بيه الواير اللي جاي من الأريل، أما السات تربط بيه الواير اللي جاي من الصحن اللي يشغل قنوات النايل سات. أما هذا المخرج أو الواير الأسود هذا اللي راح ينزل للستلايت بالأسفل. الآن إن شاء الله راح ننتقل إلى الأسفل حتى أشرح لكم طريقة الربط مع الستلايت. وهنا مثل ما تشاهدون أمامكم هذا الستلايت حاليا، هنا مكتوب ستارلاين. أنا طبعا خليته بهذا الوضع حتى تفهمون طريقة الربط بطريقة سهلة جدا إن شاء الله. طبعا الستلايت مثل ما تشاهدون بمنفذين، بمجرد تخلون واير بالمنفذ الأول مع واير بالمنفذ الثاني، واضح؟ ثم تربطوهن مع الدايزك. شلون تربطوهن؟ بالضبط بهذه الطريقة. أنا خليتهن بهذا الشكل حتى تكون الطريقة واضحة. يعني الجزء الأيمن نهاية الواير هذا الأيمن مع الجزء الأيمن، ونهاية الواير الأيسر مع الجزء الأيسر، واضح؟ يعني بهذا الشكل. إذا تشاهدون هذا حاليا، أجيب هذا الواير الأيمن مثل ما تشاهدون أمامكم، أخليه هنا بهذا الشكل. طريقة بصراحة ما تحتاج أي جهد، جدا سهلة. ثم أخذ الواير الأيسر مثل ما تشاهدون هذا مع الجزء الأيسر. طريقة سهلة وبسيطة جدا بهذا الشكل. وهنا بهاي الحالة مثل ما تشاهدون تم ربط الدايزك مع الستلايت بشكل جدا سهل. الجزء الأيمن مع الأيمن والأيسر مع الأيسر، واضح؟ أما بالنسبة إلى هذا المخرج فهذا تخلون بيه الواير اللي نازل من الأعلى، تمام؟ اللي شرحته في بداية الفيديو. وبهاي الحالة إن شاء الله راح تشتغل القنوات بشكل طبيعي جدا. راح أربط إن شاء الله الواير وننتقل للستلايت. وهنا مثل ما تشاهدون أمامكم هاي طريقة الربط سهلة جدا. مثل ما ذكرت هذا الجزء اللي نازل من الأعلى، وأيضا هاي الوايرين اللي شرحتهن أيضا ينربطن مع الستلايت. مثل ما ذكرت الجزء الأيمن مع الأيمن، هذه طريقة الربط هنا مثل ما شرحت عنها، سهلة جدا. بهاي الحالة إن شاء الله راح ننتقل للستلايت حتى تشاهدون القنوات سويا. وهنا طبعا مثل ما تشاهدون أمامكم بشكل سهل وجميل جدا راح تستطيعون مشاهدة القنوات الرياضية بشكل طبيعي جدا. أنا طبعا ما راح أفتح القنوات، يعني تعرفون لأن اليوتيوب يحاسب على الحقوق. وأيضا بنفس الوقت راح تستطيعون مشاهدة محتوى قنوات النايل سات في نفس الوقت. تمام؟ مثل ما تشاهدون قنوات كثيرة جدا، فأنت راح تختار أي قناة تعجبك راح تشتغل إن شاء الله وبشكل سهل جدا. وهنا إذا أرجع على مجموعة قنوات رابعة اللي تشمل البي إن سبورتس وأيضا باقي القنوات. إن شاء الله تكونون استفادتوا من هذا الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك والدعم، وانتظروني بمقاطع أخرى. مع السلامة.